صباح السعادة. مش معنى إنها مجنونة يعني هنسكت، لأ طبعا. عايزاكي تبقي ست بيت ذكية شاطر. عارفين يا بنات إن الطماطم مجنون، وعارفين إن أوقات كتير بتبقى لمن استطاع إليه سبيل، بس مش لكل الناس. النهاردة عايزة أقولك شوية طرق كده تحفظيهم في دماغك. الطماطم كل ما تكون موجودة عندك في البيت كل ما انت ما بتشيليش هم، بالذات في الشتاء والأيام الطوارئ. بيبقى ليها مواسم والسوق بتاعها بتبقى مليان، فحاولي تجيبي لما تكون بأسعارها رخيصة وتحتفظي بيها في التلاجة. اغسليها صلصليها وعبيها على قد أكياس اللي انت بتخرجيه، يعني على قد الأكلة بتاعتك وبس. أكياس صغيرة كده. عايزة تكبري الطبخة تقدري طبعا تخرجي كيسين أو كيس على قد الطبخة بتاعتك. تنفعك بقى مع كيس مكرونة، كيس بامية، بالذات في أيام الشتاء اللي احنا داخلين عليه. بالنسبة للمية بقى اللي انت شفتيها وحطيتها في الحلة، هنعمل بقى الكرنب. لو شارياه النهارده سيبيه لحد ما يدبل لتاني يوم، وبعد كده قطعي العروق اللي انت شايفاها دي، وخلي الورقة بتاعة الكرنب فقط لا غير. حلة مية على النار وفيها كده معلقة أو معلقتين من الملح، طبعا على حسب المية اللي انت حطاها. يعني لتر المية بياخد له معلقة كبيرة من الملح، معلقة أكل يا بنات مش معلقة غير. مجرد ما المية تغلي بنزل على طول يا بنات بالكرنب بالشكل اللي حضراتكم شايفين. وهنا بقى يا بنات الكرنب الورقة البيضة ما بتاخدش وقت طبعا، سوى الورقة البيضة بيختلف عن الورقة الزرقاء أو الخضر. فحاولي ان انت يا دوب كده لو هتحتفظي بيه في الفريزر لفترة طويلة، حاولي ان انت ما تهرهوش، يعني يا دوب يشم النار وخلاص خرجيه على طبق كده وفرضيه. لان طبعا كل ما حطيتي اوراق الكرنب فوق بعضها وهي سخنة، كل ما التسوية بتاعتها فضلت شغالة. يعني ممكن الورقة انت خلاص سويتيها وطلعت تسويتها بسيطة أو التسوية المظبوطة اللي انت حباها، بس لما تيجي تحطيهم فوق بعضهم بتيجي تبص تلاقي الورقة اتهرت معاكي. فاتهرت ازاي؟ ده لأنك انت كمرتيها. بالنسبة لموضوع الكمر يا بنات، أنا عايزة أقولك على معلومة حلوة أوي. عايزة توفري في الغاز، كانت زمان أمي وأمك بيستخدموا وسيلة الكمر. ايه هي وسيلة الكمر؟ يعني مثلا بينقع الفاصوليا أو اللوبيا أو أي نوع من أنواع البقوليات لمدة ليلة كاملة، وكده يا بنات بيكونوا طبعا عرفوا إن هم تخلصوا تماما من أي مواد إيه سامة في البقوليات أو أي غازات هتؤدي لانتفاخات وتضايقك في الأكل. بعد ما كانوا بينقعوا الفاصوليا طبعا بعد غسيلها كويس وتنقيتها برضو الكويسة، بقوا يغلوا المية ويحطوا فيها أي نوع من أنواع البقوليات اللي قلتلك عليها، وبعد كده بيدوها غلوة. بعد ما تاخد الغلوة يا بنات بيقفلوا النار وبيغطوا الحل. ودي طريقة من طرق الكمر اللي كانت بتوفر في الوقت، وفي نفس الوقت يا بنات بتوفر معاهم في الغاز. بجد يا ولاد أم وأمك دول ستات عظيمة أوي، ادعوا لهم بقى دعوة حلوة كده من القلب. يلا نكمل مع بعض بقية الكرنب. الكرنب يا بنات أنا بجيبه بقطعه زي ما حضرتك شفتي، وطبعا الطريقة مش محتاجة إن احنا نعرف ونقول احنا هنعمل ايه. شيل العنق بتاع أو العرق بتاع عود الكرنب أو ورقة الكرنب، وبعد كده حاولي إن انت وانت بتحطي في قلب الحلة تكوني مسوية الكرنبات أو الورق فوق بعضيه، وبعد كده هتديه الغلوة. تسقطيه في قلب المية بالشكل اللي انت شايفاه، مش بياخد غلوة، يا دوب بتسقطي دقيقتين تلاتة وتبدأي تنتشلي أوراق الكرنب بالشكل اللي حضرتك شايفاه. كل ما كانت الرصة معاكي متساوية أو كل ما خرجتيه بشكل متساوي، كل ما وفر عليكي في وقتك وانت بتقطعيه. حتة ان انت تسلقيه قبلها بيوم وتقطعيه وتجهزيه بالشكل اللي حضرتك هتشوفيه، طبعا هتوفر عليكي وقت كتير، مجهود برضو كتير، وهتسرع معاكي لو انت موظفة. يعني عندك وقت مثلا النهارده جبت الكرنب، تقدري ان انت تجيبيه وتظبطيه كده لتاني يوم، بحيث ان انت تكوني شيلتي من على نفسك حمل او مجهود هيتعبك في لف المحشي. عايزاكي بقى لو عندك اي معلومة كده في المحشي بتاعك انت بتعمليها، او طريقة كده مبتكرة برضو انت بتعمليها. انا عن نفسي لما باجي اعمل المحشي بحط الخضرة بتاعت المحشي في الاخر خالص فوق الرز، بعد ما اسبك طبعا الصلصة واظبطها. بدلق الرز وبكب عليه الخضرة بتاعت المحشي. قوليلي بقى انت بتعملي ايه؟ توفر معاكي شوية خضرة من المحشي، اوعي ترميهم في كيس تلاجة واحتفظي بيهم في الفريزر وارميهم، تحتاجيهم في وصفة وزنقة. هنا يا بنات بقى باخد كل ورقة وببدأ ان انا اقطعها بالشكل اللي حضرتك شفتيه. وهنا التقطعات على حسب ما تحبي طبعا. انا هنا قطعت على قد صابع الايد. لو جيتي تفردي كده الورقة بتلاقيها بتتفرد معاكي بكل سهولة، ما بتهدريش خالص في الورق. اوعي تحطي ورقة الكرنب وانت شغالة وتقطعيها على حسب الطلب، قطعيها بالشكل اللي انت شايفاه، وفر عليكي وقت كتير وجهد برضو كمان. بقية الأوراق
اللي اتقطعت معانا مش كتير، هنحطها فرشة كده في أرضية الحلة، وبكده اللهم بارك نكون عملنا مع بعض كرنب وصلصلنا الصلصة بتاعتنا، ووفرنا كتير قوي من جهدنا ووقتنا. متنسونيش باللايك والشير، وما تنسوش تحبوا بعض.